عملنا النهاردة طبق كشري حكاية تحفة بجد، وكان سهل بس نلتزم بس بالخطوات. أول حاجة نقعت العدس بجبة ساعة قبل ما أسلقه. عشان ايه؟ عشان يبقى سهل معانا في التسوية، وعشان كمان الناس اللي بتتعب من البقوليات بيطلع الغازات اللي موجودة فيه فما يتعبش ساعة الأكل. أنا دلوقتي دخل بقى مرحلة التسوية، حطيت معاه كمون. كده رحت اتجهت للبصل اللي هو المفروض اول حاجة نعملها عشان نستعمل الزيت بتاعه في كل حاجة معانا في الوصفة. اول حاجة مسكت البصل قطعته جوانح رفيعة جدا علشان يبقى مقرمش معانا في التحمير، وعشان ما ياخدش وقت كمان في التحمير. قطعنا البصل جوانح. بعد كده هنفرفطه كده شوية من بعض، وفي زيت لا يكون قليل قوي ولا يكون غزير قوي، يعني وسط كده. وما تنسيش ان انت الزيت ده هتستعمليه في كل الوصفة طول ما احنا شغالين. حمرت البصل. ما تطلعيش البصل على مناديل، ما تطلعوش على ورق، تطلعيه على مصفى عشان ينزل كل الزيت اللي فيه، وعشان كمان يقرمش معاكي. ما حطيتش عليه دقيق ولا حطيت عليه نشا ولا اي حاجه، وطلع مقرمش، فضل مقرمش معايا حتى لاخر اليوم. كميه البصل بقى اللي انت عاوزاها. شايفين البصل مقرمش، كان مقرمش جدا، واضغط عليه بس عامل زي الشيبسي. هنا هنجهز الرز. جبت معلقة توم صغيرة، وهنزل عليها بتلات ارباع كوباية شعرية، وده تبع الكمية اللي انت عاوزاها. انا نزلت هنا بتلات ارباع كوباية شعرية. وبعد كده نزلت عليها بنص العدس بجبة. انا ما خدتش العدس بجبة كله لان انا بحب طعمه يبقى موجود لوحده من غير الرز في الطبق، فالاحسن ان احنا نحط نص العدس بجبة، والباقي نسيبه للطبق، يعني للطبق يعني وانتوا بتاكلوه كده. هنحط عليه ملح، وغسلت الرز وصفيته ونزلته برضه. هنحط عليه ملح وكمون بس، وهغليله الميه. وخليكم شايفين الميه مش بخليها تطلع فوق عشان الرز ما يطلعش معجن معانا، يا دوبك الميه بنفس سوي الرز والشعريه والعدس بجد، يعني هتلاقي الميه بنفس السويه بالظبط، ما زودتش. وهنهدي عليه النار طبعا ونسيبه يستوي. هنا اخدت من، لو لاحظتوا، خدت من زيت البصل، وهنزل ببصلة متوسطة. في ناس ما بتحطش بصلة في صلصة الكشري، بس بجد البصلة بتخلي الطعم حلو. وبعد كده هنحط عليها معلقتين توم صغيرين، لان التوم ده طبعا هو الاساس. اول ما البصلة والتوم يبدأوا يتحمروا معايا للون الذهبي، هبدأ انزل على طول بمعلقة كزبرة صغيرة تتحمر كده معاهم. واول ما الكزبرة يبقى لونها برضو ذهبي، هقوم نازلة عليهم بربع كوباية خل. وبعد كده هننزل بالطماطم المعصورة من غير مية، يا دوبك حبة مية صغيرين خالص يمشوا بس الخلاط. بعد كده عندنا حطيت شطة وبابريكا وكمون، حبة فلفل صغيرين جدا، وملح وسكر. وكده الصلصة كمان سيبناها خلصت. وطبعا اتسبكت بسرعة لان كنت حاطة مية قليلة. وهي في الخلاط حطيت مية قليلة جدا، يا دوبك بس ان الطماطم تمشي بس في الخلاط. كده الصلصة خلصت. وكمان صلصة الكشري ما بتبقاش تقيلة قوي. هنجيب ميه غزيره عشان المكرونه بتاعه الكشري ما تعجنش منكم، او عموما اي مكرونه عشان ما تعجنش منكم. تكتروا الميه بتاعه السليق شويه، يعني تخلوا الميه بتاعه سليق المكرونه تكون كتيره شويه. كده المكرونه بتاخد راحتها في السليق ومش بتمسك في بعضها خالص وبتبقى مفرفطه. بعد كده اخدت المكرونه صفيتها. تمام. وشايفين هي مفرفطة اهي. او بعد كده هرجعها الحلة تاني، وهنزل عليها بمعلقتين زيت من البصل واقلبها. هتفضل المكرونة مفرفطة معاكم لحد اخر اليوم، حتى لو بات معاكم منه لتاني يوم برضو هتفضل مفرفطة، ومش هتلزق في بعضها خالص. شايفين؟ هنا بقى هنعمل الدقة البيضة اللي هي اساسها التوم. هناخد معلقة توم وسط،
يعني لا كبيرة ولا صغيرة، معلقة توم كده تكون حلوة مش صغيرة أوي مش كبيرة أوي، هنحط عليها معلقة كمون صغيرة، بعد كده نحط معلقة كزبرة صغيرة، بعد كده نحط ملح، هنعصر عليها ليمونة لو كبيرة، ولو الليمونة صغيرة هنحط عليها ليمونتين أو 3 طبعا راحتكم. أنا عملت كمية صغيرة، ده الليمون السوري اللي نازل جديد فاستكفيت تقريبا بنص ليمونة، عمل نص ليمونة من الليمون السوري اللي نازل جديد ده بليمونتين 3 من الصغيرين. بعد كده هحط عليها 3/4 كوباية خل أو نص كوباية خل. بعد كده بقى قلبتهم كويس قوي، هعادل بقى طعم الخل والليمون بالمية، هقلبهم كويس، بعد كده هنزل بقى بمية، احط بقى في حاجة غويطة. وطبعا الدقة دي لو عملتيها وركنتيها بتبقى طعمها حلو قوي، لو اتركنت شوية قبل الأكل بيبقى طعمها حلو، يعني غير ان انت تعمليها وتستعمليها على طول. والتوم ده بينزل كده في القاع تحت ومش بيبقى موجود خالص على الوش خالص، بتبقي اخده بس يا دوبك طعمه لو انت ركنتيها شوية. شايفين بقى الرز مفرفط ازاي؟ يعني الرز ماهوش معجن ولا حاجة. ونفس القصة المكرونة مفرفطة خالص بسبب معلقتين الزيت وبسبب ان احنا سلقناها في مية زيادة. طبعا العدس زي ما قلتلكوا خدت نصه في الرز والنص التاني سبته لتقديم الطبق، بيبقى طعمه احلى كتير كمان كده. الصلصة خدت منها برضو شوية. البصل طبعا كنت محمراه من بدري بس ما شاء الله برضو فضل مقرمش معايا لحد وقت الغدا. شايفين لسه البصل مقرمش معايا، وهيفضل معاكم حتى لو فضل الاكل بالليل او كده هتلاقيه برضو لسه مقرمش. هنحط عليها بقى حبة دقة صغيرين كده من فوق، وبألف هنا وشفا. اللي أول مرة يشوفني يخش يشترك في القناة، متنسوش اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.